في إطار إحياء التراث، احتضنت القاعة الرياضية المغطاة ببرعلي صفاقس تظاهرة احتفالية لروضة أطفال المنطقة تتويجاً لمرحلة من العمل الدؤوب لفائدة الطفولة. هذه التظاهرة كانت تكريماً لأطفال الروضة وأسرهم، وقد تميزت بفقرات احتفالية متنوعة من حكوات ومسرح وموسيقى ساهمت في إدخال الفرحة والبهجة على أبنائنا الصغار. حاولنا قدر المستطاع أن نأثث القاعة بكل شيء تقليدي باش الصغيرات يبقوا ديما متفكرين تراثهم وديما متفكرين حضارتهم. حاولنا من خلال الديكور، من خلال اللبسة، من خلال الحفل اللي باش نقيموه بقيادة سي أيمن بن جمعة. نحب نشكر كافة الحضور، نحب نشكر أنسات روضة ماشا. منذ دخول شهر مارس بدينا في الاحتفالات باللباس التقليدي وبالحضارة التونسية وبالجبة والشاشية. قاعدين نتنقلوا من ولاية لولاية، كل ولاية قاعدين نلقاو فيها لبسة تقليدية خاصة بالجهة متاعها، نلقاو فيها ماكلة خاصة بالجهة متاعها، نلقاو فيها فرحة وبهجة. مرة أخرى نحب نشكركم برشا أنكم سلطوا الضوء على هذه الأنواع من الأنشطة، على أنكم توصلوا باش تدخلوا المؤسسات التربوية باش تعرفوا بالموروث الثقافي والحضاري والتقليدي لبلادنا التونسية. يعني كما نعرفوا أنه قطاع الطفولة وقطاع الناشئ قطاع حساس برشا، وكما حبينا والكراهنا يعني بدأت تنذر شوية يعني اللبسة التقليدية والصيانة التقليدية. هذاك علاش يعني من خلال برنامج علمني، وإن شاء الله يا ربي بقية القنوات وبقية الإذاعات تنجج على هذا البرنامج للتعريف بالموروث الحضاري والثقافي والتقليدي لدى الناشئة ولدى كل مؤسسة تربوية، لدى شيبا وشبابا وأطفالا وكهولا ديما نرسخوا لهم الحضارة متاعنا والتقاليد متاعنا. اليوم كان يوم عظيم، ما نجم نقول عليه كان يوم عظيم. ما شاء الله برشا فقرات كانت موجودة في الروضة في الحفلة هذه، وبرشا فقرات خدمت في الروضة. من منبر هذا نحب نشكر مديرة روضة أطفال ماشا والإطارة متاعها، عاوني برشا إني نعرض ونكمل خدمتي معاهم.